نرى ما يقع في غزة من عدوان وقتل للرجال، للنساء، للأطفال، دماء تراق. هذا أمر خطير، وهذا عدوان سافر على الإنسان، على الرجال، على النساء. هذا أمر أكرر تحذيرا منه، وأؤكد مرة ومرة لمن يعتدون أنه لن يكون لهم أبدا، لن يكون لهم أبدا، لن يكون لهم أبدا سلطان على أهل غزة. لن نترك غزة وحدها، لن نترك غزة وحدها. أقول إنما نحن جميعا، مصر شعبها الكبير وإمكانياتها الضخمة ورجالها الأفزاز ونساؤها القادرات على العطاء، مصر والعرب والمسلمين، أقول وبكل ثقة في هؤلاء جميعا، لن يتركوا غزة وحدها. إننا اليوم أمام هذا العدوان نقول للمعتدي: لن يتحقق لكم سلام بالعدوان، لن يتحقق لكم سلام بالعدوان، ولن يكون لكم استقرار بالعدوان، ولن تنالوا خيرا على هذه الأرض بالعدوان. إن الحرب، أقول قيادة وحكومة وشعبا ووطنا وأمة، أقول لكم محذرا مؤكدا بتجديد الكلمات الواعية بإرادة قادرة وإمكانيات بفضل الله ضخمة وعطاء لا ينقطع. أقول لكم: غزة ليست وحدها، وأقول لكم إن العالم لا يقر العدوان أبدا، وإن الدنيا بأسرها تقول للمعتدي لا، وإنكم لن تستطيعوا أن تقهروا شعبا، ولن تستطيعوا أن تقتلوا أمة، وليس في مقدوركم، ولن تكونوا يوما قادرين على أن تقيموا أبدا سلاما أو استقرارا لأنفسكم بعدوانكم. اقرأوا دروس التاريخ وتعلموا من الواقع والماضي، وتعلموا من هذه الدروس أنكم أبدا لم تفلحوا ولن تفلحوا، ولن يكون لكم أبدا سلطان لا علينا وعلى أهل ولا على. وليعلم الجميع أن حجم مصر وإمكانيات مصر وإرادة المصريين وثورة المصريين كما اقتلعت جذور الظلم تستطيع أن تقتلع جذور العدوان. الجميع يوقن أن للشعوب غضبة، وأن قيادة مصر تغضب لما يصيب غزة. إن قيادة مصر تغضب وتتحرك لمنع العدوان عن غزة وعن أهل فلسطين في غزة وفي غير غزة. هذا شعب يجب أن يعيش في سلام على أرضه. نفوسنا جميعا تتوق إلى بيت المقدس، نفوسنا جميعا تتوق إلى بيت المقدس. وأقول للمعتدي: خذ من التاريخ العبر، خذ من التاريخ الدروس. أوقفوا هذه المهزلة، أوقفوا إراقة الدماء، وإلا فغضبتنا لن تستطيعوا أبدا أن تقفوا أمامها. غضبة شعب وقيادة، غضبة شعب وقيادة. المسلم أتمنى أن يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا العالم من الشرور والضغائن والفتن
الكيد والمكر الذي لا يعود إلا بالوبال على أهله وصانعيه. هذا هو التاريخ. الله سبحانه وتعالى ينصر من ينصره. فانصروا الله في أنفسكم في مصر، وانصروا الله في وطنكم مصر، وانصروا الله في أمتكم في العرب في المسلمين، وحينئذ بالوحدة وبالإرادة والعمل والفعل بعد حسن التوكل على الله والإنتاج ترقبوا خيرا، وما ذلك على الله بعزيز، وإن غدا لناظره قريب. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.